بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم فيديو جديد ويوم جديد. لأول مرة تشوفي قناتي متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد أنا بعمله. النهاردة جايلكم فيديو حلو قوي، بتمنى الفيديو يعجبكم. هجيب لكم روتين اليوم كامل، بس هقول لكم انا هعمل ايه. اول حاجه، كنتوا شايفين الدنيا مقلوبه ازاي بالركنه مكان ما احنا كنا نايمين من يوم الخطوبه لما كان الشباب موجوده. اول حاجه انا هجيب لكم يعني شكل الحاجه كانت عامله ازاي وبعدها عامله ازاي، مش هجيب لكم التفاصيل. بس اول حاجه كده نفضت طبعا الركنه وفرشتها كويس وشلت اللي كان مفروش عليها وحطيت حاجات نضيفه تانية. هنا السرير بقى، شكل الاوضه هنا ما كانش عاجبني، وكل يوم هو الشكل، الواحد بيزهق. اول حاجه هشيل الملايه اللي على السرير دي وهفرش ملايه شبيهه بدلها. بس انا هنا بصوا كنت بوريكم ان هما ملايتين مش ملايه واحده. اول حاجه شلت السرير كده. هنا كنت هوريك على طول، قبل ما افرش كنت هفكر ان انا افرش سرير وخلاص، فجيت الفكره في دماغي ان انا اغير وانقل. هجيب الكنبه بتاعت الانتريه تحت الشاشه، وجبت السرير كده بالطول. هو خلينا شكل الأوضة مربعة بدل ما هي مطولة. فرشت بقى الانتريه كده وخليت الدنيا زي الفل. والسرير برضو جبت الكومودينو جنب السرير. طبعا كل حاجة لما بزقها وبشيلها بكنس وراها وبحط مية على الأرض. أول حاجة كده كنست بقى الأرض تمام. وبعد كده هجيب ميه وهبدأ ان انا امسح الارض كويس. الميه ساقعه، وما تقوليش بقى ان انتي جو مش عارفه ايه، لا قومي غيري وهتحبي الدنيا وهي متغيره كده. كمان السجاده كانت مش قادره اقول لكم عامله ازاي. طلعتها على السلم كده ونفضتها، وكنا جايبين كمون كمان. فنقوا الكمون على الارض يعني في الاوضه، وبقوا يرموا القشر في الارض. فنفضت السجاده كده على السلم، وعقبال ما الارض كانت نشفت فرشتها. وهجيب الحافظه دي نضيفه، اول مره افرشها معاكم. فرشتها بقى كده على الارض، وكان بجد الاوضه عجباني قوي بالشكل ده. خلاص كده فرشتها. هبتدي بقى ان انا اجيب معطر كده وهعطر الدنيا. المخدات بالستارة بكله، حتى البلكونة كنستها بالمكنسة بالكهرباء. والسرير بقى وكله، مفيش حتة غير لما رشيت عليها معطر بيخلي كده بينعش الجو، بيخلي ريحة الفرش ريحتها حلوة. ده بقى كان شكل الأوضة معايا. بجد عجبني قوي النظام ده وعجبني شكله. وانتوا قولولي بقى ايه رأيكم. كمان في حاجة بقى تانية عايزة اقولكم عليها. مفيش اي تفاعل خالص في القناة ولا لايكات ولا حاجة. بتمنى كل اللي يدخل الفيديو قبل ما يتفرج عليه يدوس لايك، وياريت تشتركي في القناة عشان عيلتنا تكبر عيلتنا تكبر اكتر. اهو بقى ده كان شكل الأوضة تمام. طبعا انا عملت البيت كله، يعني هو مش ده بس الاوضه دي بس اللي عملتها، لا انا عملت البيت كله. انا قمت عملت الروتين ده كان على الساعه 3، ما كنتش حضرت غدا ولا حاجه. فهبتدي ان انا نعمل اكل خفيف كده وسريع. صراحه ما طبخناش ولا كل الكلام ده. جبت بقى الووك ده، حمرت صدق كده هعمله بالصلصه. وهنا كان هقلي بطاطس. هنا الزيت، حطيت زيت كده هشوح الصدق كويس. واول ما يتشوح معايا وينزل الدهون اللي فيه، هنقله في حاجة تانية. حطيته في طبق كده، وكنت مقطعة طماطم وبصل وفلفل، وكمان هسلق مكرونة. ده كان غدانا، يعني حاجة بسيطة كده وخفيفة. هنا كده هحمر الصدق. ما بتبلش الصدق خالص لانه في بهارات وكده. اخدت بقى بص اللي هو الدهون اللي هي منزلها. اول حاجه كده هحط الطماطم لانها بتاخد سوا. حطيت الاول فصين توم، بحب اقطع التوم كده حلقان.
اول ما لونهم هيتغير معايا هنزل بالطماطم مكعبات، وهحط عليها شوية سكر صغيرين وشوية بهارات لحمة وشوية فلفل اسود، وهسيبها على النار بس تتسبك. ان هي كانت الطماطم معايا ناشفة او جامدة، فكنت عايزاها تستوي اكتر، حطيت لها كمان شويه ملح وشويه خل، وكنت سبعة بقى البطاطس على النار طبعا بتتحمر. بعد كده هنا برضو كنت بتبلها يعني بشويه بقى بصل باودر، توم باودر، اللي انت عايزه تحطيه، بهارات اللي انت حباها تقدري تحطيها. واول ما هتتسبك معايا هنزل بالبصل والفلفل الاخضر. هنا برضو كنت بقلب البطاطس. هنا لو الاضاءة معاكم وحشة معلش، اصل هي الحاجة كده يعني ربنا يفك الكرب عنا وعنكم. احنا عندنا عموما لما الحاجة بتبوظ كلها بتبوظ مرة واحدة، الستاند مش عارفة ايه اللي جراره. المهم هنا نزلت بالبصل والفلفل، وهسيبهم بقى على النار يتسبكوا، وهحط لهم بس في الاخر اول ما تنزل ميه هحط لهم شويه ميه كمان يستووا بها. حطيت بقى طاسه تانية من البطاطس، وهغطي البصل بالطماطم ده لغايه لما يتسبكوا وينزلوا كل الميه اللي فيهم. في اللحظه دي انا كنت بسلق كنت حاطه الميه على النار عشان اسلق المكرونه. هنا بقى نزلت، بصوا بقيت عامله ازاي، اتسبكت خلاص. نزلت بالصدق، وهسيب الصدق بس كده 10 دقايق على النار، وبعد كده هاخد بقى قلت لو هم عايزين يغمسوا او يعني ياكلوا بالعيش غرفت لهم طبق اهو. كانت المكرونه خلاص سلقتها. هنزل بيها كده في الصلصه بالباقي الصدق بس، وهسيبها بس على النار كده لمدة 5 دقايق بس تسخن، وبعد كده هغرفها. هو ده كان يومنا. طلعت كمان باقي البطاطس، وطلعت مخلل زيتون. بس كده هو ده كان يومنا. بتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش بقى لايكات كتير وشير كتير، وكل تدخل الفيديو بالله عليكي تعملي لايك وتفرجي على الفيديو كله يا الاول 3 دقايق. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم